السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل فراخ حلو قوي، فراخ المكرمله. بيطلبوها مني كتير لان طعمها حلو قوي ولذيذه، وكمان ايه ما بتاخدش وقت خالص. على النار كلها كده، ومش هندخلها الفرن. اول حاجه هجيب الطاسه احطها على النار تسخن حلو قوي، وبعدين انزل بالفراخ بتاعتي. طبعا طشه الفراخ انا عايزه الطشه دي كده عشان الجلد ياخد لون بسرعه وما ينزلش ميه كده. الفراخ بتاعتنا تبقى طريه وجوسي وحلوه. هنزل بقى بباقي الفراخ، بنزل بيها حبه حبه عشان ما بردش الطاسه. بعد كده بقى ايه هسيبهم براحتهم خالص، مش هاجي جنبها لغايه ما تاخد لون كده. انا هنا حطيت ايه يعني ربع معلقه بابريكا سنه صغيره، طبعا ممكن تستغني عنها. هحطها لي دلوقتي، هتدي الفراخ لون بسرعه وتخليها تاخد تشويحه بسرعه. انا هنا بشوحها ليه؟ عشان هي اللون اللي هتاخده ده، لاني انا مش هدخلها الفرن، فعايزاها تاخد تحميره حلوه بنفس اللون اللي انا هعمله ده. ده اللي هتبقى فيه، يعني مش هغير، مش هدخل فرن بقى عشان تاخد لون وتستوي وكده، لا هو ده اللون ده بتاعها اللي هتبقى ايه، اللي هتفضل عليه. خلاص بقى كده انا خدت الفراخ تشويحه. هجيب بقى ايه، عندي بصلتين تلاتة. انا هنا طبعا مش هحط خضار ولا هحط اي حاجه، انا هحط بصل بس، فعشان كده هاخد بصل كتير. طبعا انت براحتك، ممكن تحطي بصلايه واحده بس، صدقيني هتندمي، لان البصل ده بعد ما هيتكرمل هتحطي كده مع الرز، وهو ده اللي هيبقى بديل للخضار. لا حاجه كده تحفه، يعني طعمه في منتهى الجميل. هاخد بقى ايه، انا هنا حطيت 3 بصلات، ممكن تحطش اكتر ممكن تحطش اقل حسب الفراخ وحسب الكميه اللي انت عايزاها. انا هنا 3 بصلات كانوا حلوين ما شاء الله كتير، فحطيت كمان شويه زيت، وفي نفس الطاسه كده عشان البصل ياخد طعم الفراخ. هشوحهم بقى وكرملهم لغايه ما يوصلوا للون البني اللي انتوا شايفينه ده. دي كرملة البصل، يعني لازم ياخد لون، ما ينفعش نطلعه فاتح خالص. هحط بقى التوابل بتاعتي، شويه كمون وشويه كزبره وشويه فلفل اسود وشويه بهارات فراخ وشويه بابريكا. يعني بص، هنحط من كل معلقه، من كل حاجه نص معلقه صغيره يعني. هنا بقى ما ننساش التوم البودر والبصل البودر. هنا بقى انا ايه، كنت الطاسه يعني كانت عايزه شويه زيت صغيرين، حطيتهم. حطيت بقى البهارات كده في النص، كنت موسعه لها مكان وشوحتها كده بحبه الزيت. بصوا حطيت على البهارات شويه زيت وخدتهم تشويحه كده، وبعدين جبت بقى هنا ايه، معلقه صلصه حلوه كده او طماطمايه بتكون مبشوره، وحطيتها فوق الصلصه وقلبتهم فوق التوابل، وقلبتهم تقليبه حلوه. بعد كده بقى رحت مقلباهم بالبصل بكله، ورحت حاطه كمان رجعت عليهم الفراخ قلبتهم كلهم. كلهم بقى خدوا من نكهه التوابل ومن طعم البصل والحاجه دي كلها. بص مش عايزه اقول لكم والله العظيم في منتهى الجمال، طعمها وريحتها جميله جدا. هقلبها بقى تقليبه حلوه كده، خليها تتشرب من طعم البصل والتوابل. بعد كده بقى هحط لها بقى شويه ميه حلوين، كوبايتين ميه كده، يكونوا دافيين او سخنين، المهم ايه ما تكونش الميه ساقعه يعني. هحطهم، وبعدين هبتدي بقى ان انا اغطي على الفراخ دي واسيبها. وانا كمان هنا هحط لهم شويه ميه تاني بعد شويه. انا عايزاها تستوي سوا عادي خالص وسوا كامل يعني. بصوا بقى هنا خلاص كانت ابتدت تخش في السوا معايا، انا بوريكم شكلها. بص يعني البصل كده نزل لون كمان، مش عايزه اقول لكم بقى الفراخ عماله تشرب من الطعم كده، والريحه فظيعه بجد يعني. البصل كده متكرمل ولون الفراخ حلو، والحاجه كلها كده جميله. والريحه بقى مش عايزه اقول لكم الريحه عامله ازاي، قلب الدنيا. هنسكت بقى على كده؟ لا احنا بقى مش هنسكت، هنجيب بقى نعمل شويه رز كمان. يعني بصوا اكله بقى كده، يعني لازم شويه الرز دي جنب الاكل الحلو ده، مش ممكن الاكله دي تعدي كده. هحط بقى حبه زيت ورقه لورا، وممكن تحطي نص معلقه زبده. انا بحط الزبده كده ريحه مش اكتر، لكن بحب الرز بالزيت بصراحه. هحط بقى ايه، ورقه اللورا بتدي ريحه كده للرز وهو شغال كده. وبعدين بحط بقى الشعريه بتاعتي بحمرها تحمير حلو، وبعدين بحط الرز ولازم اشوحه تشويح كويس. يعني مش اللي هو ايه احط الرز واشوحه كده وراح، لا لازم اشوحه كده يتغلف بالزيت. وهنا بقى عندي الميه المغليه احطها على يعني الرز، المقدار بتاع الرز بنحط مقدار الرز. وبعد كده بقى بسيبه عالي، النار عاليه عليه، وبعد ما بيبتدي بقى يستوي يتشرب قصدي، بروح موطيه بقى ومهديه النار. كده بقى احنا خلاص عملنا الرز وعملنا الفراخ. تعالوا بقى نغرف كده ونشوف بقى الاكله بتاعتنا الجميله دي. انت بقى ممكن في الوقت ده، ممكن زي ما قلت لك كنت تحطي على الفراخ دي فلفل اخضر، ممكن تحطي طماطم تاني، ممكن تحطي معاها بطاطس. بس هي الاكله اسمها الفراخ بالبصل المكرمل. مش عايزه اقول لكم جمال البصل ده عامل ازاي. عشان كده بقول لكم كتروا في البصل، البصل هو اللي هيحل الاكله دي. وكمان هتحطي صوص كده بصي على الرز فظيع بجد، طعمه جميل. بصي هو هنا بقى البصل مش دايب، يعني تحسي ان هو دايب. بصوا بقى صوص كده. اما بتحطيه بقى انت لو عامله مكرونه ولا عامله رز وبتحطيه عليه، عايزه كميه يعني. يعني ال3 بصلات اللي انا حطيتهم كمان يعتبروا كانوا شويه.
فانا بنصحك ان انت تكتري، لان هو ده هيبقى بصوا احلى من الفراخ كمان. وطبعا الفراخ زي ما انتوا شايفينها كده شاربه بقى الصوص ده، ومخليه طعم الفراخ طري كده، والفراخ قصدي طعمها حلو وطريه في نفس الوقت، حاجه كده وهم وجميله بصراحه. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. هنا بقى خلاص انا بغرف اهوت. ممكن بقى تحطي لكل واحد طبق لوحده كده، والحته بتاعته معاه مع الرز. انا هنا بقى بوريكم بقى انا بغرف ازاي. احط كده لكل واحد طبق، وكمان معاه حته الفرخه بتاعته، لان الفراخ دي كده يعني مش هتقعد، يعني ما شاء الله هي دوبك كده على الغدا. وكمان بقى الصوص ده بقى هو احلى حاجه في الموضوع كله، الصوص ده. زي ما قلت لكم بقى، دي الحته اللي انا بحبها في كل فيديو بقى، ان انا ما بخلص الاكل ان انا احب بقى ايه اقعد ادوق بقى، اعمل نفسي بصور وافضل اكل. بصوا بقى حته الفراخ دايبه، بصوا من جوه عامله ازاي، يا سيدي يا سيدي. لا لا، ولا الريحه طعم فظيع، لا بجد يعني انصحكم ان انتوا تجربوها. بس تكونوا عاملين بقى زي ما قلت لكم كده، البصل ده يكون كتير. اتمنى طبعا لو انتوا شفتوا الفيديو وعجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه. القناه لسه جديده، واتمنى ان انتوا تدعموني بالاشتراك وباللايك. واشوفكم الفيديو الجاي، وعايزه اسمع رايكم في الكومنتات. اشوفكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.